اول ما كيدخل الفصل البارد ولا كيمرض لينا شي حد بالبرد، ضربوا البرد في الدار، ضروري هاد الحسوه تكون حاضره في البيت ديالنا. كنديروها مره في الاسبوع، وتنديروها كل ما مرض لينا شي حد من الدار. كتكون بالعشوب وبالمساخن وفيها ميات عشبه وعشبه. فتابعوا الفيديو باش تعرفوا على المكونات وعلى الطريقه، لانها صحيه، علاج للبرد وكتقوي المناعه، ممتازه جدا للاطفال الكبار للصغار. فندوزو للمكونات مباشرة. الثوم البلدي، الابزار، الكمون، سكينجبير، القزبر كارم، التحميرة، وهنا عندي المساخن هادو العطرية. بالنسبة للأعشاب اللي كاينة، السودانية حتى هي كديري شوية لأن حارة، هذه الشوربة كتجي حارة. كاين هنا معلقة كبيرة ديال الجنجلان، الحلبة، السانوج، كاين عندي هنايا حبة حلاوة والنافع، كاين أيضا الزعتر، كاين قشر الرمان. قشر الرمان كديري طريف بحال هكا. وكاين عندي هنايا الباديان والخدنجال. هادو هما بالنسبة للأعشاب اللي درنا. طبعا كديري مليحة. وهنايا عندي اللويزه، شوفوا الكميه ديال اللويزه. هانتوما الكميه ديال اللويزه تقريبا شي شويه، يعني لا باس به. هنا عندي 4 الوريقات ديال عصيد سيدنا موسى. عندي هنايا المخينزه هي هذه. دابا نوريكم، حنا غارسينها قدام الدار، دابا نوري لكم شكلها كيفاش داير. عندي هنايا البصله حمراء، وهنا البصله خضاريه، وهنا عندي القزبر والمعدنوس. كتضيفوا ايضا بعض الاعشاب اللي ما كانوش عندي، بحال حبرشاد، بحال فليو، بحال مردوش، شويه د النعناع، و يعني هادو هما الحويجات اللي ما كانوش عندي. فممكن انكم تضيفوهم ليهم. راها كتعطينا واحد البنه، وكتعالج، وكتكون يعني كمضاد حيوي لجميع البرد اللي دخل الجسم ديالك. في الطنجره كناخذ واحد المعلقه ديال مطشه ديال الحك اللي هي طماطم صلصه، نحك عليهم واحد 2 مطيشات حتى ل3، نضيف شويه ديال الزيت، نضيف البصله الحمراء والبصله الخضاريه. صافي، وغادي نخليهم يتشحروا واحد شويه فقط. ما نخليهاش حتى تشحر مزيان وتسبك، لا، عاد شويه فقط، لان هذه شوربه غادي نضيف عليها الاضافات الاخرى. من تشحر ليا مزيان كيف ما شفتوا، راه باقا بالماء ديالها، ما خليتهاش تنشفات. غادي نضيف كلشي داكشي اللي ذكرته لكم في الاول، غادي نحطوه بالعطريه بالاعشاب بكل شيء. كلشي غادي نحطوه هنا في هاد الطنجرة. ونحركو واحد شوية، غير شوية، غير نحركو. ولا كان عندك الماء غليان راه كتخوي عليه الماء غليان وتخليها حتى كتغلي. صافي، راه ساهلة، ما كتاخدش منك وقت طويل، و بسرعة كتوجد. نسيت ما قلت لكمش الحلبة. كندير ليها الحلبة، راه درتها عي ما قلتهاش لكم. تقريبا معلقة صغيرة ديال الحلبة. صافي، غادي نروي وندير المليحة ونخليها حتى تغلى. هنا انا تقريبا شي نص ساعة قبل خديت البلبولة، نقعتها في الماء وغسلتها مزيان. طبعا حتى نقيتها، غسلتها مزيان وسقطرتها وخليتها حتى يغلى ليا الطنجرة، عاد غادي نضيفها. كيف ما شفتوا، هادو هما. صافي، راها بدات كتغلى، غادي نخليها حتى تغلى مزيان. عاد غادي نضيف عليها البلبوله ديالي، وانا كنحرك وكنحطها باش ما تكورش ليكم. فحاولي انك انت كتخوي في البلبوله في الشوربه وانت كتحركي. من بعد غنبقى كل مره كنحركها حتى كتقال وكتحسي بان البلبوله ديالك طابت. هنا غادي مني غلات غادي نضيف عليها واحد ضامه ديال البنه، غير كتعطيك المذاق وصافي. بغيتي تستغناي عليها استغناي عليها. صافي، كنبقى كنحرك فيها، راه قريبه بدات كتختار. من بعد مني غادي طيب، كتقال واحد شويه. راكم عارفين الحسوه كيفاش الطياب ديالها، غادي تقال واحد شويه. وما تنساوش الملحه، رانا ما عرفتش واش قلتها لكم ولا لا. ما تنساوش الملحه. صافي، هنا مني صافي طابت جاهزه. غادي نحيد هذوك العشوب كلهم اللي عصيت سيدنا موسى، كلشي غادي نحيدو داك الورقيات، غادي نحيدهم. صافي، وغادي نضيف ليها زيت الزيتون. وها الشوربه ديالي او العلاج ديالي موجود. حنا كنديروا طنجره كبيره كنشربوا فيها يومين. طبعا الوليدات كيكونوا ما كيحبوهاش، ما تتعجبهمش. فضروري واخا نشربهم غير نحط غير شويه في زليفه، غير 2 معالق راها كافيه. صافي، غادي هنايا غادي نضيف زيت الزيتون، وراه طفيت عليها النار. نضيف زيت الزيتون نخلطها واحد شويه ونقدمها مع الحامض. كتجي لذيذه. راه هاد الاعشاب كلهم حتى حاجه ما كتكون خايبه، حتى حاجه ما كتكون ليها طعم يعني غير محبب. فقط غير جربوها وادعيوا معايا، جربوها وما تنسونيش من الدعاء ديالكم. راها دواء وعلاج، وكتشبعي
وتتسخن الذات وكطرد الفيروسات وكتقضي على جميع المشاكل، البرد بالذات. راه إلا درتوها مرة واحدة لقيتو عليها راحتكم، غتبقاو ديروها كيف ما بحالي. كنديرها مرة في الأسبوع، كنزينها بالحامض وزيت الزيتون والمساخن.